هنعمل ايه مع بعض النهارده يا حبايبي؟ هنعمل احلى بسبوسه بالبندق بطريقه سهله جدا جدا وبسيطه وخفيفه وكل حركاتها وتكاتها. بصوا يا حبايبي جمال البسبوسه، بصوا لون البسبوسه وبصوا، ما اقولكوش على الطعم حكايه والريحه تحفه. بصوا الجمال. يلا نقطع البسبوسه مع بعض ونشوفها من جوه عامله ازاي. بصوا طراوه البسبوسه يا حبايبي، بصوا احلى بسبوسه لاحلى اخوات واحلى متابعين. بصوا الجمال. نطلع خرطة مع بعض كده. طبعا انا بقطعها عليكم وهي سخنة. بصوا بتفرول ازاي مني عشان هي سخنة. بصوا يا حبايبي، بصوا جمال البسبوسة. بصوا بصوا الفرولة بتاعتها، بصوا الجمال من جوه. جميلة 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 وريحتها تحفة. بصوا بصوا من الصينية اهي. بصوا احلى بسبوسة لاحلى متابعين. يلا نشوف احنا عملنا الجمال ده ازاي ونبدأ ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي أحلى متابعين أحلى اخوات. النهاردة هنعمل مع بعض يا حبايبي البسبوسة بكل حركاتها وتكاتها بطريقة سهلة جدا وبسيطة، إن شاء الله تعجبكم وتجربوها. يلا نقول المكونات بتاعتنا يا حبايبي. طبعا رمضان على الأبواب، كل سنة وانتم طيبين. نحتاج حاجات حلوة كتير وتكون خفيفة، فاحنا هنعمل بسبوسة مع بعض. يلا نقول مقاديرنا. عندي 3 كوبايات دقيق بسبوسة. طبعا الدقيق وسط، في خشن وفي ناعم وفي وسط. انا بجيب الحباية بتاعتي وسط، تمام كده. وعندي كوباية الا ربع سمنة، كوباية لبن، نص كوباية سكر، معلقتين عسل نحل او عسل جلوكوز او عسل اللي هو سيرب تقيل، تمام كده. وعندي فانيليا. يلا نشتغل مع بعض ونشوف هنعمل ايه. انا هحط الدقيق البسبوسه بتاعي. بصوا يا حبايبي، بصوا نوعه. هحطه كده في البوله بتاعتي، تمام كده. علشان نجاح البسبوسه اهم حاجه ما تعجنيش فيها كتير. ليه بقى؟ علشان خاطر العجن هو اللي بينشف البسبوسه وبيخليها تعضم معايا. هعمل بقى ايه؟ هنزل بالسمنه عشان ابسها كده مع دقيق البسبوسه. بصوا يا حبايبي، هقلبها كده تقليبه خفيفه كده. بصوا بصوا لحد ما دقيق البسبوسه كله بيبقى عامل زي حبيبات الرمل كده، علشان لما احط السوائل بتاعتي ما تعجنش فيها كتير. اقلب تقليبتين بس وخلاص. بصوا هنزل بنص كوبايه السكر، تمام كده كده. وعشان ادي طعم حلو وريحه حلوه للبسبوسه هنزل بالفانيليا. باكو فانيليا، نص معلقه صغيره فانيليا، تمام كده. طبعا البسبوسه احنا هنعمل لها شربات، هيكون شربات خفيف. هنزل بقى بالفانيليا بتاعتي. انا عندي فانيليا سايله. بصوا بنزل بكده برشه خفيفه كده واقلب. يبقى انا كده قلبت كل المكونات الجافه بتاعتي. بصوا اهو. هنزل بقى بايه؟ بالعسل، عسل نحل. انا عندي معلقتين عسل نحل حطيتهم، تمام كده، عشان اقلبهم برضو. بعد كده هنزل باللبن حبايبي. طبعا طول ما انت ما حطيتيش سوائل وبتقلبي مفيش اي مشاكل. المشكله بقى لما تحطي السوائل قدامك تقلبي، ده اللي بيخلي البسبوسه بتاعتي تبقى ناشفه، تمام كده. هشيل المضرب عشان احط اللبن ولا بالاسباتيولا. هنزل بقى باللبن يا حبايبي. طبعا اللبن بتاعي انا مخليه دافي كده، يعني غليته وسبته هدي كده معايا اهو. بصوا مفيش اي تقليب في البسبوسه اهو. بصوا بصوا يا حبايبي، ودوبك بخلي المكونات بتاعتي تندمج مع بعض واروح جايه مقلبه كده اهو. بصوا عندي بقى الصينيه بتاعتي مدهونه سمنه ورشه دقيق بسبوسه او دقيق عادي، تمام كده. واروح جايه حاطه فيها المكونات بتاعتي. بصوا يا حبايبي الصينيه بتاعتي الوسط في الطقم او رقم 28 دهنتها سمنه وحطيت فيها دقيق بسبوسه او حطيت فيها دقيق عادي. هنزل بالخليط بتاعي كده. بصوا
نفرده بقى. بصوا طبعا لو انت حتى حابه تحطي سوداني، بندق، الحبه اي مكسرات تحطيها على الوش مفيش اي مشاكل. بصوا يا حبايبي، وطبعا سمك البسبوسه انت اللي بتتحكمي فيه. عاوزه الصينيه الوسط ماشي، عاوزه الصينيه الصغيره مفيش اي مشاكل. بصوا يا حبايبي، انا فردت البسبوسه بتاعتي، هعملها بالبندق النهارده. عندي بندق مكسرته تمام كده، وهرشه كده على الوش تمام كده. بصوا احلى بسبوسه تعمليها في بيتك على ايدك، طريقه سهله جدا وبسيطه اهو. وعلشان خاطر اضغط عليها كده بالطبق عشان خاطر البندق بتاعي يمسك في قلب البسبوسه بتاعتي. وانت بتفردي البسبوسه لو انت عاوزه تفرديها بايدك، بتبلي ايدك لبن كده وتتك عليها، تضغط عليها كده. بصوا احلى بسبوسه بالبندق. طبعا انا بدخلها فرن البوتاجاز على درجه حراره 180 لحد ما تاخد معايا لون. بس قبل ما ادخلها فرن البوتاجاز هدخلها التلاجة نص ساعه. ليه بقى؟ عشان انا مش حاطه بيكنج باودر، هي هتشرب من السوائل بتاعتي وتنفش حبات البسبوسه مع الشربات، هتبقى حاجه جميله جدا. بصوا بصوا بعمل كده. بصوا هدخلها بقى التلاجة ونعمل الشربات مع بعض، نشوف هنعمل الشربات ازاي. هنعمل السيرب بتاعتنا او الشربات. انا عاوز شربات خفيف، كوبايتين سكر تمام كده، والكوبايه اللي هعاير بيها السكر هي اللي هعاير بيها الميه، وادوبهم كويس واحطهم على النار. ولما يغلوا هروح جايه حاطه على طرف المعلقه الشاي ملح ليمون. ادي كوبايتين الميه، حطيت كوبايه وادي التانية. هدوبهم بقى واحطهم على البوتاجاز، ولما يغلوا احط لهم ملح ليمون. وانا عايزاه شربات خفيف يغلي 5 دقايق واطفي عليه، هيكون البسبوسه بتاعتنا اتعملت. نرجع لبعض تاني لما البسبوسه تتعمل والشربات عشان نشوف هنسقيهم ازاي. ودي يا حبايبي البسبوسه بتاعتنا بعد ما طلعت. بصوا البسبوسه سخنه وانا عندي الشربات برضو سخن. انا عاوزاه شربات خفيف تمام كده. حطيت له فانيليا وحطيت له معلقه سمنه عشان تدي لمعه للبسبوسه. بصوا هنسقي كده اهو. بصوا طبعا كل ما بديها وبتشرب الشربات بعرف ان بسبوستي ناجحه. يعني نجاح البسبوسه بتعرفيه من وانت بتسقي الشربات. بصوا الجمال. بصوا احلى بسبوسه بالبندق، طريقه سهله جدا جدا وبسيطه. بس حبايبي وهي دي حبايبي البسبوسه بتاعتنا بكل حركاتها وتكاتها. يا رب طريقتي تعجبكم، وما تنسونيش في اللايك والشير والكلمه الحلوه اللي انا بستناها منكم يا احلى اخوات. احلى بسبوسه لاحلى متابعين واحلى مشاهدين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.